الليلة هذه مو بس أعظم ليلة في رمضان، هذه أعظم ليلة في كامل السنة. ال8 ساعات اللي قدامك الحين راح تغير دنياك وآخرتك. قبل لا أعلمك إيش الروتين الصحيح اللي المفروض تسويه في هذه الليلة، متابعة وإعجاب وارسل مقطع لكل اللي عندك ولا تضيع هذا الأجر عليهم. عندنا 5 أمور خسران لو ما سويت واحدة منهم. الأولى قراءتك للقرآن، ضروري في هذه الليلة تكثر من قراءة القرآن بقدر المستطاع. الثانية ذكرك لله عز وجل، والأذكار جدا عظيمة وكلها محببة لله عز وجل. من أعظمها وأحبها لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الأمر الثالث صلاتك على الرسول عليه الصلاة والسلام، بالصلاة على الرسول تكفى همك ويغفر ذنبك. الأمر الرابع الصدقة، يا أخي تصدق بأبسط الأمور لو ريال واحد على حسب مقدرتك. الأمر الخامس إنك تدعي بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم. إيش هي هذه الأدعية؟ النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، يعني لو أنا أدعي من اليوم لين بكرة ما راح أقدر أوفي المقدرة اللي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم. فجمعت 50 دعاء كان يدعيهم النبي صلى الله عليه وسلم وحطيتهم في ملف واحد. الملف هذا حطيته بقناتي بالتليجرام، فابحث باسم إبراهيم بن محمد وراح تطلع لك القناة بمشيئة الله. وأرجوك لو ما كان عندك تليجرام وما عندك أي طريقة تاخذ فيها هذه الملفات، ارسل لي نقطة بالخاص وراح أعطيك إياه. تقول لي إبراهيم طيب ليش ما تعطيني إياها من البداية؟ والله العظيم الموضوع جدا صعب، أنا أدري إني بعد هذا الكلام الخاص راح يمتلي. فجأة أرسل لك أول العيد الملفات تقول لي إبراهيم بدري، وجزاكم الله خير على أيامكم الطيبة وحفظ الرحمة.